أهلا بيك عزيزي الطيب. الدكتور إياه قال إن الألياف الكتير عاملة زي الصنفرة الخشنة اللي بتنزل على الأمعاء والقولون تقعد تجرح فيه، فالصح نمنع الألياف خالص من النظام بتاعنا. حتى الخس والحاجات دي طبعا ممنوعات الورقيات دي مضره جدا للقولون، قاتله. الكلام ده صح على فكرة، صح في بعض المشاكل الصحية أو بعض أمراض القولون والجهاز الهضمي اللي بنقلل فيه الألياف لفترة محدودة، لكن بعديها بندخل الألياف بالتدريج علشان صحة الأمعاء. هل تعلم يا عزيزي الطيب إن استخدام الألياف بيقلل خطر الإصابة بسرطانات القولون وكمان أمراض القلب بنسبة 30%؟ ده مش كلامي، ده كلام بحث علمي منشور في مجلة اسمها اللانست، من أكبر المجلات الطبية اللي بتنشر أبحاث. وهسيب لك على فكرة لينك البحث ده في صندوق الوصف. الخلاصة، لو عندك مشكلة في القولون أو الجهاز الهضمي، ساعتها بأمر الدكتور هتمنع بعض الحاجات منها الألياف لفترة محدودة، وبعدها الدكتور هيدخل لك الألياف بالتدريج عشان تاكل إنسان طبيعي عادي زي أي بني آدم، مفيش أي مشكلة. لكن المنع في المطلق ما ينفعش خالص يا عزيزي الطيب. الألياف كلها فوايد، ما ينفعش تمنعها. بقول لك ايه، كفاية كده النهاردة، أشوفك الحلقة الجاية هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية. اعمل فولو عشان توصل لك الحلقة الجاية. سلام.